وائل المريد 6 أشهر منذ ولادته تقابل 6 أشهر من المعاناة مع مرض خطير ونادر يطلق عليه اسم الاستسقاء الدماغي في عائلة محدودة الدخل، إن لم نقل فقيرة. وائل الذي كاد ألا يكون له وجود بطلب من الأطباء الذين أرادوا أن يقتلوه في بطن أمه في مستشفى من المستشفيات العمومية بسكيكدا، لكن إرادة الأم حالت دون ذلك وتنقلت بها إلى مصلحة خاصة وولد حيا. السلام عليكم، أنا أم الطفل هذا وائل المريد. حبيت نقدم نداء لأي واحد يقدر يعاونني، طبيب في الخارج في تونس في أي بلاصة، باش نشوفوا حل للطفل هذا. ولدي وائل مريض عنده الماء في الرأس، إيدروسيفالي. هنا في الجزائر ديناه من نهار خلق، نديوه للطب العنابة للسبيطارات اللي متكلفين بالحالات هادو، ما يعطيوناش فيه الامل، يقولوا لنا من 3 جور 4 جور ما يزيدش يعيش. العمليه تاعو ما تنجحش 1%، والطفل تاعي قاعد يكبر، قاعد يعيش نورمال. قالوا لي ما يتحرك، ما يبوجي، ما يسمع، ما يشوف. بصح ولدي يسمع يشوف. عنده 7 أشهر، 7 أشهر في عمره، ما ماتش كيما قالوا لي 3 جور. يلعب، يبوجي، يلاغي، يشرب الحليب كيما الدراري الكل. دار سنيه، نوض سنيه، ثم قاعد يكبر في حاله طبيعيه جدا. اللي ما يشوفش مع راسو ما يقولش هاد الطفل هذا مريض. ماذا بينا نشوفوا حل، نلقاو انسان يوصلوا للخارج ولا يشوفوا لنا طبيب يعطينا فيه امل، باه نديروا له ليفالف ولا نديروا له الحل تاع القميط هذا، نشوفوا له الحل. العمليه اللي تكون ناجحه، الطبيب اللي يقول لنا عنده اموا 50% نقبلوها. وائل الذي صال وجال به أبوه في مختلف المرافق والمستشفيات الصحية بسكيكدا ومختلف الولايات المجاورة، وكان دائما يقابل بالرفض ودون أدنى تبرير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أنا درك الطفل هذا من نهار خلق و6 أشهر وحنا نعانيو معاه. كما يقول لك الطبيب من عند حماني، خلق عند حماني، من عند حماني بعتوني لعنابة، من عنابة طيشوني، شافوني زوالي ما عندي صوارد، وقلت طلعت على الرشوة، قلت طلعت على المعارف. هذه هي كما يقول لك. واش راح نقول لك؟ من عنابة لقسنطينة، من قسنطينة للخروب، من الخروب طبيب يشوف ولا ما يشوفش لبغاد ما يغوش به، يشوف معاه كيما هكا. يقول لك الطفل هذا بقى له 3 جور يموت، ديه يروح. نجيبو انا نستنى 3 ايام، وقتها يموت وقتها يموت، الطفل عايش. انا خطره معبيه في يدي، هو شقيل في قسنطينة، انا نشتغل مع الطبيب، هو قاعد يضحك مع الزملاء تاعو، ما سمعش بيا خلاص. تما شغل نديري يهودي مش مسلم. انا الله على حاجه واحده، الله على كما يقول لك الطفل هذا، تما هذا امانه في وجوهنا كلهم، مش غير انا. تما اي واحد كما يقول لك يشوفه بالحاله هذه، وتسمى كما يقول لك يعجبه الحال، ما نظنش او مسلم. انا الله عليه يطيح في طبيب هو عنده احساس، عنده يحس، وكما يقول لك هذا وليا وغدوه يفيه وبيت غدا يفيه اي واحد. كما شاهدتم فإن حالة وائل تزداد تعقيدا كل يوم، وعائلته قصدت مختلف السلطات ومختلف المستشفيات في الجزائر، ولم يبقى لهم سوى الله عز وجل، ثم أنتم أيها الجزائريون الذين عرفتم بكرمكم وعرفتم بهبتكم الكبيرة في مختلف هذه الحالات. فرجاء كونوا آذانا صاغية وكونوا يدا مساعدة وسندا لهذه العائلة لكي تزرع البسمة في وجه وائل. سلام.